الحلا الأصفر أو حلا القهوة، حلا 5 نجوم بكل معنى الكلمة، وما حد رح يدوقه إلا ولازم ياخد طريقته. فعلا طعم لا يوصف، وبأبسط مكونات وأبسط طريقة ومن دون فزلكة، ومناسب لرمضان. كل عام وانتو بألف خير. بنبدأ بالطبقة الأولى. بنجيب بسكوت ETI أو أولكار وبنغطه بحليب دافي. بنحضر للطبقة الثانية حليب بودرة، سكر وزيت وقشطة. بنحمص الحليب على النار هادية لحتى ما يصير لونه بني غامق. بنضيف عليه باقي المكونات، القشطة والسكر والزيت، وبنخلطهم منيح. إذا كان جامد بنضيف عليهم شوية حليب لحتى يرخي ويصير بهذا القوام. بنضيفهم على البسكوت وبنمده شوي شوي. بإمكانكم بعد هاي الطبقة تضيفوا طبقة اختيارية من البسكوت. الطبقة الثالثة بنحضر لها حليب وقشطة وكريم كراميل. لما يبدأ الحليب يغلى بنضيف الكريم كراميل وفوراً بنحركه، وبعدين بنحط القشطة وبنحركها. بعدين بنضيف السائل بهاي الطريقة شوي شوي، وبنتركه لحتى يبرد بدرجة حرارة الغرفة. بعدين بندخله الثلاجة أقل إشي 4 ساعات. لا، هو 5 نجوم يعني 5 نجوم. جربوها وخبروني، وألف صحة.